أنا قلت له في السؤال الخامس لما قدم له سؤال: ما رأيكم في من يقول إننا نتحفظ على كلام الشيخ ربيع في أبي الحسن؟ سئل هذا السؤال فقال الجواب: هذا يدل على أنهم حزبيون. انظر إلى هذا الجواب، يعني الذي يتحفظ يتأنى. قد مر بنا كلام الذهبي في أبي حاتم الرازي، كلام الذهبي في يحيى بن سعيد القطان، بأننا نتأنى في كلامهم فإنهم متعنتون إلى غير ذلك. فإذا كان الذي يتأنى في كلام الشيخ ربيع حزبي، فما ظنك بالذي يرد بكلام الشيخ ربيع؟ ايش بيكون؟ الله أعلم، يكون كافر، يعني أو على الأقل حزبي خبيث، نخليه حزب خبيث. وهذا الكلام يا أخوان أقول لكم هذه دعوة التقليد ليست هي عند أصحابنا هؤلاء الصغار الذين يقولون العالم هو الدليل والدليل هو ايش نقول هذا الدليل. المسألة عند الكبار. هذه الكلمة ايش نقول في هذه الكلمة؟ انظر جوابي عليه. قلت: إن قولكم هذا أيها الشيخ الكريم ينزل الشيخ ربيعا من فوق منزلته، وما أظنه يحمل عقله على موافقتك على ذلك، فليس كل من خالف الشيخ ربيعا كان حزبيا، فضلا عن مجرد التحفظ على كلامه. إن هذه كلمة عظيمة منك أيها الشيخ، وهي عظيمة عليك أيضا، فهل سيقرك على ذلك العلماء وطلاب العلم؟ إن هذا الأسلوب هو الذي نفر شباب الدعوة عن هذا التيار الذي يفت في عضد هذه الدعوة ويشمت بها الأعداء ويسلط عليها المتربصين بها الدوائر. إنني أريد من الشيخ أن يراجع نفسه في هذا الإطلاق الذي تكون آثاره سيئة وعاقبة. فإن التقليد والتقديس للأشخاص مفسدان للعقول والأديان، إلى أن قلت إن هذه الكلمة فيها مصادرة لاجتهادات وعقول المخالفين للشيخ ربيع بالحق، ولذلك فهذه دعوة ليس لها استماع ولا قبول. وأدركوا يا أهل العلم كيف وصل الأمر بهذه الدعوة. هذا تعليقي عليه في الجواب العلمي الذي أرسلته من قبل. هو نقله وسيرد عليه. أنا قبل هذا أريد أن أقول هذه كلمة الشيخ النجمي في التقليد، وأسمعكم كلمة الشيخ عبيد الجابري في التقليد أيضا للشيخ ربيع، لتعرفوا أن المسألة ما هي مسألة أصحابنا هي جاية لهم من فوق، هي جاية من طالع. نسمع إيش كلام الشيخ عبيد الجابري عندما كان يتصل بهم وهم في الحديدة، وفي ذلك الوقت كنت قد خرجت في الرحلة الدعوية، وكان هنالك كلام في هذه المسألة. ما أدري ستأتون بالكلام كله أو هذا الموضوع فقط. المهم يقول: ونحن نقبل كلام الشيخ ربيع في الجماعات أو في الطوائف أو كذا بدون تمحيص. هو عندنا ثقة نقبل كلامه بدون تمحيص. نسمع ايش يقول. فأيديهم آشرهم ولا نسيته إن شاء الله تعالى. أقول أولا إن الشيخ ربيع حفظه الله هو موضع ثقة، ونحن وللأسف قبلنا ملحوظات الشيخ ربيع فيما مضى من السنين على الحزبيين والحركيين والمروجين لأفكار الضلال بغير تمحيص. سمعتم؟ أو غير واضح؟ يعني يفهم، خلي غير واضح جدا لكن يفهم، هذا هو المقصود. ربما يعني نعم.